طوابير طويلة لا متناهية لنساء مغربيات أجبرتهن ظروف العيش الصعبة لخوض مغامرة العمل في الحقول الإسبانية للفراولة. هذه المغامرة المليئة بالمخاطر نشاهد في هذا الفيديو ما يتعرض له النساء المغربيات في إسبانيا. هنا حقول الفراولة في إسبانيا، حقول تسقيها سواعد نساء مغربيات وتقطفن ثمارها بعرق جبينهن من أجل سد رمق العيش المر الذي أجبرهم عليه نظام المخزن الذي لم يترك ذرة كرامة للمواطن المغربي. الأوضاع الاجتماعية الصعبة في المغرب تجبر هؤلاء النسوة على البحث عن لقمة العيش في الجهة المقابلة، ولا تخلو هذه اللقمة المرة من مضايقات يتعرضن لها هؤلاء النسوة، فهن يعاملن كيعاملوك بحال شي كلبة. هذا النظام المغربي المتوحش الذي لا يولي اهتماما بكرامة شعبه ويفتح الباب واسعا على التطاول عليه ووصفه بهذه العبارة المهينة. يصف هذا الإسباني النساء العاملات في الحقول بالعبيد الجدد. وضعية العاملات المغربيات باتت قضية تثير اهتمام الصحافة الإسبانية. انتهاكات كثيرة وثقتها وكانت موضوع احتجاجات شهدتها العاصمة مدريد. وضعية النساء المغربيات العاملات في الحقول الإسبانية أصبحت قضية الرأي العام في إسبانيا بسبب الظروف غير الإنسانية التي يعيشن فيها، بالإضافة إلى الانتهاكات المتكررة من مسؤولي العمل. أنا جيت نخدم على حساب ولادي وعلى حساب راجلي وعلى حساب الدار ديالي، وهو استغلني، يعني حيت عارف نقطة الضعف ديالي استغلني. صافي بقى يقول لي تمشي معايا ما تمشيش معايا، عادي صافي عادي. يقول لي الا ما مشيتيش معايا نصيفطك للمغرب. هذه الشهادة الصادمة لهذه المغربية التي أجبرتها ظروف العيش الصعبة في المغرب على العمل في الحقول الإسبانية تعرضت لتجربة قاسية. ما كنمشي بعاد على الدار، جبنا الخدمة وما جبنا شي ناس معنا. كنمشي على ركابية ناس معايا. هذه الحادثة المؤلمة التي تعرضت لها هذه المغربية ليست الشهادة الأخيرة من مسلسل الانتهاكات في حق النساء المغربيات في إسبانيا. عملت كل من عائشة ولميا في منطقة ويلبا يقولن إنهن تعرضن إلى اعتداءات جنسية من قبل رؤسائهن في العمل. اللي كيتحرش به بزاف هو أنطونيو. هذا النظام المغربي الذي يعيش شعبه تحت خط الفقر ويجبر نساؤه على السفر لإسبانيا تاركين أزواجهم وأولادهم من أجل لقمة العيش المر، ويتعرضن لمختلف أنواع التحرشات. يا داك الخيفي أنطونيو دخل علينا البيت، دخل عند صاحبتي حاملة وهي بقات كتغوت باش ندخلوا عندها، باش كيما نقولوا قالت لنا روحوا خرجوا عليا. حنا كي دخلنا خرجنا عليها من البيت، جات بعنا انا صاحبتي الاخرى دخل عندنا الكوزين. هذه الإهانات المتكررة والتحرشات لا تبدأ في إسبانيا، بل المعاملة المهينة لهن تبدأ من بلدهن في المغرب. هاد النساء اول حاجه كيعانيو من ملي كيخرجوا من ديورهم من المغرب حتى كيوصلوا لنا اسبانيا. المعاناه ديال كيفاش كيسيروا سيليكسيونيوهم تما في المغرب، الطريقه يعني كيدلوهم في بلادهم، كيختاروا بحال الطريقه بحال اللي كيختاروا حيوانات. يتعرض النساء المغربيات الذين يتوجهون إلى منظمات حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني إلى مختلف أنواع التهديد تصل إلى عدم دفع أجورهن. النساء اللاتي كسرن حاجز الصمت يدفعن الآن ثمنا باهظا، لم يتحصلن على أجورهن ولم يعد مرحب بهن في المغرب. هذه التهديدات والمضايقات لم تمنع العديد منهن من الهروب من حقول الفراولة واعتبار العودة لها أمرا مستحيلا. خويا ما نكذبش عليك، بلا نهضر لك على راسي، انا كلشي نتقبلو الا هاد الحوايج باش تحرش بيا شي واحد ولا ما عادش نقدر. لكن العديد منهن تراجعن عن شكاويهن بفعل الضغط الممارس عليهن بالتهديدات بالفصل من العمل وإيقاف الأجور
بالإضافة إلى وضعهم في القائمة السوداء، بحيث يتم منعهن مستقبلا من العمل في إسبانيا. 100 من العاملات الأخريات تراجعن عن شكاويهن تحت الضغط.